السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهارده البطاطس. نسلق كده بطاطس على طبعا الكمية اللي انتوا عايزينها زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنهرسها كده بالشوكة بالهراسة براحتكم زي ما انتم شايفين. طبعا انا سلقتها بالقشر بتاعها علشان ما تشربش مية. غسلتها كويس وسلقتها. بعد كده بقى هنزل عليها بمعلقتين نشا زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليهم حوالي معلقتين برضو من البقدونس، وهنزل بملح وفلفل اسمر وكمون ويعني ذره بسيطه كده من البيكنج باودر. هعجنها كويس جدا وهحطها في التلاجة على الاقل نص ساعه. وبعد ما طلعت هاخدها كده هعجنها كده في ايدي شويه، وبعد كده هلفها زي ما انتم شايفين كده. طبعا البطاطس دي تحفه 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 يا جماعه، بجد هتعجبكم جدا. جربوها بس ومش هتندموا. عملتها رول كده طويل زي ما انتم شايفين، وقطعتها كده حلقات كبيره شويه، وبالشوكه كده هديها زي منظر كده، يعني شكل حلو كده عشان لما تيجي تتقلى زي ما انتم شايفين كده. بسيطة وسهلة. عندنا بقى، بص، دي نص الكمية. جيب بقى زيت سخن كده زي ما انتم شايفين، واول ما يعني يسخن قوي زي ما انتم شايفين كده هنزل على طول بالبطاطس بتاعتي. ممكن بقى تحتفظي بيها في الفريزر تسحبي منها اي وقت براحتكم. انا عملت منها الهمبرجر اللي انا كنت منزلها قبل كده في القناة. بصوا من جوه عاملة ازاي، تحفة ومقرمشة وتحفة. وعملت معاها شوية مكرونة. يا رب الوصفة تعجبكم.